ابل تقريبا بدات تفك شويه القيود اللي كانت مضايقه الناس من سنين وتديك حريه اكتر انك تخصص موبايلك بالطريقه اللي تناسبك. الاي او اس 26 نزل ومعاه مميزات مستخبيه كتير، حاجات هتفرق جامد في استخدامك اليومي وهتخلي تجربه الايفون بتاعك مختلفه فعلا. ففي الفيديو ده هكشف لك اهم التريكات اللي لازم تجربها بنفسك واللي زي ما قلت لك هتفرق في استخدامك جدا. فاعمل لايك وسبسكرايب وصلي على النبي ويلا بينا نبدا. خلونا نبدا كلامنا كده باول ميزه. اول ميزه داخل اطار اوبشن الكاميرا وتقدر تتحكم فيها، وهي خاصه بالمؤشرات دي. مجرد مؤشرات بتظهر لك وانت فاتح الكاميرا زي الفلاش او وضع النايت مودز او اللايف فوتو شغال مثلا، بيظهر فوق كده كمؤشر بسيط بيوضح لك ده. المميز في الموضوع ده انك تقدر تتحكم فيهم من الاعدادات، بمعنى مبدئيا علشان الموضوع بس يبقى اوضح بالنسبه لك ونتكلم فيه بشكل عملي اكتر، علشان توصل لاعداد تحكم بتدخل على الاعدادات بتنزل تحت وبعدين بتضغط على الكاميرا، ومن اعداد الكاميرا بتنزل تحت وبتضغط على انديكيتورز او المؤشرات حسب لغه الموبايل عندك. من هنا لو مش عايز المؤشرات دي تفضل موجوده كنوع من انواع الازعاج او واخده مساحه بالنسبه لك، ممكن بمجرد ما تعمل لاي مؤشر فيهم اوف بالشكل ده مش هتلاقيه تاني موجود من ضمن المؤشرات اللي موجوده هنا. الميزه دي هتفيد اكتر الناس اللي بتحب تظبط اعداداتها بنفسها، مش عايزين يسيبوا اوبشن متفعل مثلا يبوظ الصوره بتاعتهم، فاهم؟ فالموضوع ده هيكون مفيد جدا بالنسبه لك. طيب بالنسبه للميزه الثانيه اللي اتضافت في الاي او اس 26 اوبشن اسمه كاستم سنوز تايم. قبل كده مع الاي او اس 18 لو حاولت تظبط المنبه مثلا وعملت غفوه، دايما الغفوه بتبقى ثابته على 9 دقائق، ما عندكش اوبشن انك ممكن تغير عدد الدقائق هنا. لكن دلوقتي مع الاي او اس 26 ابل نزلت اوبشن جديد اسمه الكاستم سنوز تايم. بتضغط على ابلكيشن المنبه الخاص بيك، بتدخل على اي ازر بالشكل ده، هتلاقي عندك اوبشن جديد اتضاف هنا اسمه سنوز ديوريشن او مده الغفوه. بتضغط عليه وتقدر تحدد مده التاجيل بنفسك، معاك من دقيقه لربع ساعه، والموضوع ده هيفرق كتير قوي مع ناس كتير فعليا. اما بالنسبه للميزه الثالثه اللي اتضافت في الاي او اس 26، الميزه دي بسيطه جدا لكن مهمه بالنسبه لي كمستخدم من ابل. كان اصعب حاجه ممكن تواجه اي مستخدم من ابل هي تعيين او تخصيص اي نغمه عندك رينج تون. يعني الموضوع كان بيحتاج منك ابلكيشنز وموضوع كبير كده لازم يحصل منك علشان تقدر توصل لده، في حين ان الاندرويد بيوفر ده بخطوات بسيطه جدا في الاعدادات. ومع الاي او اس 26 اصبح الموضوع سهل جدا، وبضغطه زر واحده تقدر تخصص نغمه موبايلك. حاليا هتضغط على الملفات بالشكل ده وبعدين تختار المقطع الصوتي اللي عايز تعينه كنغمه رنين، تضغط عليه ضغطه مطوله بالشكل ده وبعدين بتضغط على ايقونه الشير. بعد كده مور هتلاقي عندك اوبشن اتضاف جديد هنا اسمه يوز از رينج تون، هتضغط عليها يا معلم وبكده النغمه دي اتعينت كنغمه رنين. اما بالنسبه للميزه الرابعه اللي اتضافت في الاي او اس 26، فابلكيشن البودكاست حاليا اتضاف فيه اوبشن السرعه. حاليا وانت بتسمع اي حلقه تقدر تتحكم في السرعه زي ما تحب بالشكل ده، ممكن تسمع الحلقه بشكل اسرع بشكل ابطا زي ما تحب. هي ميزه تبان صغيره لكن عمليه جدا وهتوفر لك وقت كبير جدا فعلا. الميزه الخامسه اللي اتضافت في الاي او اس 26 حصل تحسين بشكل ملحوظ في السكرين ريكوردنج. ابل حاليا رفعت كواليتي تسجيل الشاشه بشكل اكبر من قبل كده. احيانا لما كنت بتصور سكرين ريكورد ما كانش الموضوع بيطلع بافضل كواليتي، حاليا حصل تطوير وملحوظ جدا في الجانب ده. الميزه السادسه اللي اتضافت في الاي او اس 26 ميزه اسمها الادلوب. دلوقتي لما تاخد سكرين شوت وتيجي تعدل عليها بعد ما تضغط على علامه البلس دي، هتلاقي ابل ضافت اداه جديده اسمها الادلوب او العدسه المكبره. الفكره ببساطه انك تقدر تظبط جزء صغير من الصوره وتكبره كانك بتحط عدسه على الحاجه اللي عايز تلفت النظر اليها. فالميزه دي كده هتكون مفيده جدا لو عايز توضح حاجه معينه، كلمه او رقم او تفصيله معينه بشكل عام. اما بالنسبه للميزه السابعه اللي اتضافت في الاي او اس 26، حاليا لو فتحت ابلكيشن الاتصال عندك وضغطت على الاعداد ده هتلاقي عندك وضعين مختلفين، الوضع الموحد والوضع الكلاسيك. هو وضع مش هيفيدك بحاجه عموما غير انه تصميم، ولكن هي في الاول وفي الاخر ميزه او تغيير حصل فقلت اقول لك عليه. الميزه اللي بعد كده اللي اتضافت في الاي او اس 26 هو انك تقدر تحمل اي حاجه من غير ما تفتح تطبيق الملفات. قبل كده اي حاجه محتاج تحملها سواء فيديو او ملف مثلا بي دي اف كنت بتضطر تفتح ابلكيشن الملفات علشان التحميل يستمر، لكن حاليا ابل سهلت الموضوع علينا ومش شرط تماما انك تفتح ابلكيشن الملفات اثناء تحميل اي حاجه. اما بالنسبه للميزه التاسعه اللي اتضافت في الاي او اس 26 ميزه اسمها التاجز برضه في ابلكيشن الفايلز. يعني تقدر تحط لون معين او كلمه لاي ملف موجود عندك، زي ملف خاص بالشغل مثلا، جامعه، فايل مهم. المهم انك تقدر تميز الفايل ده باي لون ايا كان هو ايه. فاوبشن هيسهل عليك الدنيا كتير وبيوفر لك اداه تميز بيها ملفاتك بدل ما تفضل بقى تدور والكلام ده لو عندك ملفات كتير. يعني الميزه اللي بعد كده ويعتبر اخر ميزه هنتكلم عنها ميزه اسمها كريت فوتو وول بيبر. لو دخلت على معرض الصور عندك بالشكل ده وحددت اكتر من صوره عندك، بعد ما تحدد الصوره يا معلم اضغط على شير، بعدها ضغطت على كريت فوتو وول بيبر اللي موجوده في البار هنا. بص انت في الغالب هتلاقيها موجوده تحت، فاهم؟ او ممكن تلاقيها في نفس المكان عندي كده. عموما هي اسمها كريت فوتو وول بيبر. لو ضغطت على الاوبشن ده انت كده اخترت مجموعه من الصور تكون وول بيبر او خلفيه لموبايلك، والمميز ان الموبايل بشكل تلقائي هيغير لك الخلفيه بينهم بشكل تلقائي. دي حاجه. الحاجه
التانية ان ابل بالاوبشن ده وفرت عليك وقت ومجهود كبير قوي. انا لما كنت عايز اعمل حاجه زي كده في الاي او اس 18 مثلا كنت لازم اروح للاعدادات واضغط على الخلفيه، كنت حرفيا بقوم باكتر من عمليه علشان اقدر اوصل لده. حاليا الموضوع اسهل بكتير طبعا عن قبل كده. وبكده يا جماعه نكون غطينا اهم المميزات الجديده والمستخبيه في الاي او اس 26. قولوا لي في الكومنتات تحت ايه اكتر ميزه جت معاكم او عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا كل جديد بننزله. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.